بتبدأ قصتنا بمي اللي بتكون طالبة في الثانوي وعايشة مع أمها لوحدها في البيت، لأن أبوها متوفي ومعها قطة أليف بتربيه وبتهون عليها حياتها المملة دي. ومي بيبقى عندها اكتئاب وكاره حياتها وما عندهاش أي أصحاب، وكل البنات لما بتشوفها بتفضل تتريق وتضحك عليها. ولما مي بتروح المدرسة بتقابل شلة بنات بيفضلوا يتنمروا ويضحكوا عليها، وده علشان عمرها ما كان عندها حبيب بالرغم ان هي كبرت خلاص وبقى عندها 16 سنة. ومي بتبصلهم بكل برضه بتطنش كلامهم وبتكمل في طريقها، بس بتفتكر كلامهم وبتلاقي ان عندهم حق. ازاي عمرها ما كان عندها حبيب ولا حتى اصدقاء غير وهي صغيرة، وازاي الوضع دلوقتي حكم عليها تكون البنت الكئيبة الوحيدة، لان كل ما يبقى عندها اصحاب مش بتلاقي منهم غير كل شر واهانة. علشان كده هي فضلت الوحدة على انها تتهان. وعلى الناحية التانية بنشوف الشاب المز الجامد اللي كل البنات بتموت عليه ومقطع السمكة وديلها، واللي بيكون اسمه يامي. ويامي بيبقى بيتمشى في طرقة المدرسة مع صاحبه اللي اسمه كينجي، واللي بيفضل يهزق فيه لانه شافت حظ كل البنات، وكل ما يجي يشقط بنت بتسيبه وتروح تحاول توقع يامي، مع ان يامي مش في دماغه حوارات البنات دي عشان هو كاريزما. وفجأة بتيجي بنته اللي اسمها سامي بتجري عليهم، وكينجي المسكين بيفكرها جاية عليه، لكن سامي بتعتبره مش موجود اصلا وبتروح تترمى في حضن يامي، وبتقول له انهم عايزين يخرجوا سوا بعد المدرسة. وكينجي نار الغيرة بتولع فيه وبيقول لي يامي بقول لك ابعد عن البت دي بتاعتي. ويامي بيرد عليه وبيقول له ليه يا عم انت شايفها معبراك قوي ولا بتبص في وشك؟ وبيفضلوا هما الاتنين يشدوا مع بعض في الكلام لحد ما كينجي بيخبط في مي بالغلط وبيوقعها على الارض، ومي بتبصله بصه كانها هتقتله حرفيا وبتمشي وتسيبه، لدرجه ان كينجي ويامي بيخافوا منها لما بيشوفوها. بس يامي مش بيكون عارف مين البنت دي، وكينجي بيقول له ان اسمها مي وان هي من فصله، والبنت دي بتفضل ساكته خلاص مش بتتكلم ولا حد بيسمع لها صوت، تقريبا محدش عارف صوتها عامل ازاي. ويامي بيتكلم في سره وبيقول ايه ده انا لقيت فتاة احلامي يا جدعان. وبعد طابور المدرسة يامي وكينجي بيكونوا رايحين فصلهم، وطبعا يامي كالعادة بيبقى ماشي وملموم حوالين البنات كلها، وكينجي قاعد وحيد ذليل لحد ما بيلاقي بنت طالعة على السلم وبيحاول يعاكسها، ومن حظه الاسود البنت دي بتطلع مي، ويامي بيفضل يزعق لكينجي وبيقول له بطل قلة الادب بتاعتك دي. بس مي مش بتستنى اي فرصة وبتروح تدي شلوط لكينجي يوديها الصوت، لكن بتدي ليامي بالغلط، ومع ذلك مش بتعتذر حتى وبتفضل تهزق فيهم وتشتمهم وبتمشي. بس يامي بيفضل متنح فيها وبيبقى فرحان لانه سمع صوتها وبيفضل يضحك. شكل يامي وقع لشوشته يا جدعان. وفي نهاية اليوم الدراسة مي بتاخد شنطتها وبتمشي وسط انظار البنات اللي بيكونوا بيحتقروها، وده طبعا لانها ضربت حبيب القلب يامي، حتى انها لما بتفتح الخزنة بتاعة المدرسة بتلاقي رسائل شتايم كتير. بعدها بيجي يامي وبيسلم عليها وبيعتذر ليها بسبب اللي عمله كينجي، هو بيقول لها ان هو عيل سرسجي بس عبيط وغلبان. ومي بتتكسف وبتعتذر له هو كمان لانها ضربته بالغلط بدل كينجي. وهنا يامي بيدخل في الموضوع على طول وبيقول لمي انه معجب بيها وانها البنت المثاليه اللي كان بيتخيلها في دماغه. ومي بتفكره بيتريق عليها وبتمشي من قدامه بسرعه لانها مش بتكون مصدقه ان في حد ممكن يعجب بيها اساسا. وبتكون ماشيه لبيتها في امان الله لحد ما بتلاقي يامي طالع لها من العدم وبيقول لها على الاقل نبقى اصحاب حتى واديني رقمك، بس مش بترضى برضه وبتقوله لا وبترفس النعمه برجليها. فبيضطر يامي في الوقت ده يكتب لها رقم في ورقه ويديهولها ويقول لها تتصل بيه في الوقت اللي هي شايفاه مناسب ليها، وبتاخد منه الورقه وبتديله لزقه جروح يلزقها في المكان اللي هي عورته فيه على ايده. ومي بتكمل طريقها عشان ترجع لبيتها وقاعده مستغربه ان في حد ابتسم في وشها لاول مره. وبعدها مي بتروح للشغل بتاعها وبتكون بتشتغل في محل حلويات صغير، وبتروح البيت بعدها ومن التوتر حتى بتنسى تسلم على امها وبتفضل طول الليل تفكر في يامي. وفي اليوم التاني في المدرسة يامي بيحاول يكلم مي بكل الطرق وهي بتعمل نفسها مش شايفاه طول اليوم، وبتفضل تتجاهله لحد ما بيجي لعندها وبيسألها ما اتصلتش بيا ليه. ومي بتقوله مش بتصل بحد ولا حد بيتصل بيا، وبتوريه تليفونها وانه ازاي فاضي ومعلهاش غير رقم امها وصاحبتها في الشغل، وده لانها مش بتثق في اي حد لان كل الناس بتوع مصالح وهي مرتاحة في كونها وحيدة. وبالليل مي بتخلص شغلها في محل الحلويات وبتبقى خلاص مروحة البيت، لكن في راجل غريب بيراقبها وهي مروحة، وبيفضل ماشي وراها طول الطريق لحد ما مي بتخاف وبتدخل اي محل في وشها، والراجل برضه بيفضل واقف ومستنيها. وبتتصل على امها لكن مش بترد ومش بيبقى قدامها اي حل تاني غير انها تتصل على يامي على امل انه ينقذها. وبالفعل يامي اول ما بيسمع مكالمة مي بيجري لمكانها وبيدخل المحل يشتري منه ايس كريم وتلج، وبياخد مي في ايده وبيخرج بره وبيقف قدام الراجل اللي بيلاحق مي وبيقوم رازعها بوسه قدامه علشان يحل عنها، والراجل من الصدمة بيمشي فعلا وبيسيب مي في حالها. وبعد كده يامي بياخد مي وبيروح بقى للمطعم اللي كان خارج فيه مع اصحابه، وهناك سامي بتحاول تفتح مع مي اي موضوع بس مي مش بتبقى معاها خالص، وبتكون سرحانه في البوسه اللي يامي اداها لها على غفله من شويه، لحد ما بيجي يامي وبيقول لها تعالى نغني مع بعض، ومي من الخضه بتقول له لا من غير اي تفكير، وبتضرب ايده وبتوقع الميكروفون على الارض والناس كلها بتفضل بصلها بنظرات احتقار. ومي بتسيب المطعم من الاحراج وبتمشي وبتفضل برضه تفكر في البوسه.
وبتفتكر انها اصلا ما كانش عندها امل ان يامي كان يجي وقتها وينقذها لان مش بتثق في اي بني ادم. ويامي بيفضل يجري ورا مي بعد ما خرجت من المطعم، ومي بتفتكر لحظتها انها نسيت تدفع عليه تمن الايس كريم ولسه هتطلع الفلوس من الشنطه وتديها له. يامي بيقول لها لا خلاص انا خدت حقي تالت ومتلت. وهنا مي وشها بيقلب طماطمية من الكسوف وبتمشي وتسيبه، بس هو جنتلمان ومش بيسيبها تروح البيت لوحدها وبيمشي معاها لحد ما بيوصلها للبيت. وفي اليوم اللي بعده مي بتفضل طول اليوم تحلم بيامي وانهم خلاص بقوا اصحاب وبيروحوا المدرسة وبيجوا مع بعض، لكن مي بتصحى من الاحلام دي وكأنها كابوس لان يامي اكتر ولد محبوب في المدرسة وهي جنبه تعتبر ولا حاجة، وبتبقى خايفة من نظرات الناس ليها وهي معاه. لكن هناك في المدرسة مي بتبقى ماشية وبتيجي سامي يتصبح عليها، ودي بتبقى أول مرة حد يكلمها بالخير، وسامي بتفضل تحكي معاه وتفتح موضوع، وكل ده تحت أنظار البنات الحرامية اللي بيبقوا متغاظين، خصوصا إن يامي بقى بيصبح عليها كل يوم، وسامي كمان بتجيب لها هدايا صغننة زي عربون صداقة كده. وفي حمام البنات سامي بتفضل تحكي مع مي وبتسألها إذا كان يامي عطاها بوسة قبل كده، ومي بترد عليها وبتقول لها أيوة، وساكي بترد عليها وبتقول لها انها كانت حاجه متوقعه وانه بس هي كمان قبل كده. وفجاه بيجي بنتين من غير اي سبب بيفضلوا يشتموا في سامي ومي، وهنا مي بتقول لسامي قد ايه هي قويه لانها مش بتعيط لما حد بيشتمها، وسامي بتفهم مي ان كلام الناس مش مهم مادام معاها اصحاب بيحبوها واقفين جنبها، وانها لما كانت في اعدادي كانت الطلاب كلها بتتريق عليها لدرجه انها كانت بتكره تروح المدرسه، لحد ما ظهر يامي في حياتها وكان بيبعد عنها اي حد بيضايقها لحد ما العيال دي بطلت تضايقها خالص. ومن ساعتها وهي بتحب يامي، بس يامي مش بيبادلها نفس الشعور لانه في الحقيقه بيكراش على واحده من فصل تاني اسمها اراي. ولما مي بتروح بيتها بتفضل تفكر في البنت اللي يامي معجب بيها دي وبتبقى عايزه تشوف شكلها، وفجاه يامي بيتصل بيها وبيقول لها ايه رايك تيجي تخرجي معانا النهارده بعد المدرسه، ومي بتساله اذا كانت الخروجه دي هيبقى فيها اراي، ويامي بيجاوبها بايوه. وهنا مي بتقوله بما ان اراي هي حبك الاول والبنت اللي بتكراش عليها، هل انت كده بتلعب بباقي بنات الناس ولا ايه نظامك في المدرسه دي؟ خلي بالك احنا ناس من عيله محافظه جدا. ويامي بيضحك وبيقول لها والله انا قاعد في حالي والبنات هي اللي بتترمى عليا زي الرز. وهنا مي بتقوله تمام انا مش جايه وبتقفل السكه في وشه. بعد كده في المدرسه مي بتشوف اراي وقد ايه ان هي بنت جميله لدرجه انها شبه العرايس اللعبه، وده على عكسها هي اللي وشها يقطع الخميره من البيت. ومي بتفضل طول اليوم تراقب في اراي ويامي لحد ما الولاد بتلاحظ كده وبيفضلوا يضحكوا عليها وقد ايه هي مثيره للشفقه، ومي بتهرب منهم وبتبقى قاعده في امان الله لحد ما بيعدي من جنبها البنات المتنمرين بتوع المدرسه وبيجيبوا في سيره سامي وبيشتموها، ولما مي بتفكر تفتح بقها معاهم بيمسكوها يرنوها علقه محترمه، لدرجه ان يامي لما بيشوفها بيسالها ايه اللي حصل في وشها ده كأن قطر داس عليها، ومي بتقول له مفيش حاجه انا وقعت على الارض بس كلام مي مش بيمشي على يامي اطلاقا، وبيبقى عارف ان في حد هو اللي ضربها، وبتقول لسامي تاخدها وتروح اوضه الدكتوره في المدرسه. وهناك مي وسامي بيقابلوا المتنمرين واللي بيفضلوا يتريقوا على مي وسامي لحد ما سامي بتعيط وبتهرب لبعيد. وفي نهايه اليوم الدراسي يامي بيفضل يدور على الشله بتاعته علشان يخرجوا، لكن مش بيلاقي اي حد منهم، حتى لما بيسال عن مي الكل بيتجاهل اسمها ولا كانها موجوده. ولما يامي بيخرج مع باقي اصحابه وراي مش بيبقى طايق القعده وبيحس ان في حاجه ناقصه، حتى راي البنت اللي بيكراش عليها بيبقى مستثقل دمها، خصوصا انها بقت تتلزق في الفتره دي جامد. وبيخرج من المطعم وهو متضايق لحد ما بيشوف قدامه مي في الشارع، وهي بتحاول تتجسس عليه لكن بيقفشها، ومي بتشتمه وبتقول له كفايه لعب بنات الناس، لكن يامي بيقول لها انا بحبك يا بنتي. وهنا مي لما بتسمع الكلمتين دول بتقف زي الصنم من الصدمه. وفي اليوم التاني مي بتبقى قاعده في المدرسه ويامي بيجي يقعد جنبها وبيحاول يفتح معاها اي موضوع، فبيقول لها ايه ده شعرك ماله متغير كده، ومي بتقول له انه اكيد باظ من المطر وانها لازم تروح للكوافير عشان تغير تسريحه شعرها، ويامي العبيط بيقول لها انه خلاص هيجي معاها، والعبط منه مي بتوافق، وبعد المدرسه بيتقابلوا، ويامي بيعتبر الفسحه دي اول موعد غرامي لهم، لكن اصلا مي بتيجي متاخر، ومي بتفضل تضحك على الهبل اللي بيقولوا ده لانهم لا رايحين موعد غرامه ولا حاجه، دول رايحين للكوافير عادي يعني. ده غير كمان انها قبل ما تطلع من البيت كانت محتاره تلبس اي فستان حلو عشان تقابل بيه يامي، لكن لما امها قفشتها بتختار فستان حلو عشان تروح للكوافير بتفهم انها رايحه في موعد غرامي. ومي من الكسفه بتلبس اوحش اوتفيت عندها وبتنزل علشان تثبت لامها انها رايحه للكوافير عادي يعني مش رايحه تعمل حاجه. ده حتى يامي بيعلق على لبسها وبيقول لها انا حاسس ان احنا رايحين نلعب ماتش مصارعه، بس لما بيحس ان الكلام سخيف بيقترح عليها ان هم يروحوا لاي مكان تاني دلوقتي يتفسحوا فيه وبعدين يبقوا يروحوا للكوافير بعدين. لكن فجأة البنات اللي في الشارع كلها بتفضل تبصبص على يامي ويبقوا معجبين بيه، ده حتى الست اللي شغاله في الالعاب بتعرض عليه ان هو يبقى مدير عندها. وطول ما هو ماشي مع مي البنات بتفضل تتكلم عليه وقد ايه هو وسيم وجميل، وان البنت اللي معاه دي شبه البطاطسايه جنبه، لدرجه ان مي بتتضايق وبتساله اذا كان ده بيحصل معاه دايما، وحوار ان كل الناس باصين عليه في الشارع طول الوقت.
وياما بيقول لها لا ده اول مرة تحصل معايا. وهنا مي بتحس بالاحراج وبتبقى فاكرة ان الكل مركز على جمال يامي بسبب كونها قبيحة جنبه، بس يامي بيرضاها وبيطبطب عليها وبيحاول يحلها وبيفضل يتمشى معاها. وفي الطريق بيقابلوا واحد صاحبه واللي اسمه كاي ومعاه حبيبته اللي بتكون واحدة من المتنمرين اللي بيضايقوا مي على طول واسمها ايكو. ولما بيعرفوا ان مي ويامي في موعد غرامة مع بعض ايكو بتبص ليامي بنظرات كلها احتقار، وبتقترح عليه هي ويامي انهم يجوا معاها هي وكاي يلعبوا بولينج. وهناك في صالة البولينج ايكو بتبقى قاعدة زي جارتكم الحسادة كده بالظبط وبتضرب كف على كف، وبتقول ازاي شاب زي يامي ده يعجب ببنت زي مي، هي الرجالة الحلوة كلها عامية ولا ايه؟ لا وكمان بتتغاظ اكتر لما مي بتغلبها في لعبة البولينج وبتبقى واخدة منها كل الانظار والاهتمام. وفي اللحظة دي ايكو بتطلب من مي انهم يروحوا يشتروا عصير مع بعض، بس ايكو الحسادة بتروح تسأل مي اذا كان فعلا خارجين مع يامي في موعد غرامي، ومي بتقول لها ولا موعد غرامي ولا نيلة، انا كنت رايحة الكوافير وهو فضل يتحايل عليا شوية علشان يجي معاه وانا اللي ما كنتش راضية. وايكو بتستغرب من كلام مي وبتقول لها على كده انت مش بتحبي يامي من الاساس، انت عارفة كام بنت بتتمنى بس انها تتكلم معاه، وبتفضل تهددها انها تبعد عنه مادام هي مش بتحبه. وبعدها مي بتروح لعند يامي وبتقول له انا مروحه بيتنا وبتسيبه وبتمشي. ولما يامي بيحاول يوقفها ايكو بتشبط فيه وبتقول له سيبك منها وكمل لعب معانا، بس يامي بيطنشها وبيطلع يجري ورا مي. وايكو بتفضل قاعده مكتئبه لانها كانت زمان بتعتني بنفسها زياده عن اللزوم وبتفضل تشتري ميك اب غالي علشان بس حبيبها السابق يعجب بيها لحد ما جسمها وبشرتها باظوا. وساعتها ظهر يامي في حياتها وفضل يقنعها انها جميله زي ما هي من غير ميك اب ولا دايت، وبيفضل يقنعها ان هي لازم تعيش حياتها زي ما هي عايزه مش زي ما الناس عايزاها. وبعد كل ده اكتشفت ان حبيبها بيخونها ويامي هو الوحيد اللي ساعدها في انها تتخطى صدمتها، علشان كده هي وقعت في حبه وبقت تحاول تبقى اجمل واجمل علشان تخليه يعجب بيها لدرجه انها خست 19 كيلو في شهرين من يومها. وقررت وقتها ان مفيش اي حد هياخد يامي منها مهما كان الثمن. وعلى الناحيه التانيه يامي بيلاقي مكان مي اخيرا بعد ما مشيت وسابته وبيسالها هو ايكو قالت لها حاجه عشان تزعلها كده، ومي بتساله انت ليه اخترتني ما بين كل البنات الحلوين دول؟ بس يامي مش بيرد عليها وبيمسكها من ايدها وبيوريها مدرسته الاعداديه، وهناك بيحكي لها قصه حياته وانه قد ايه وهو صغير كان بيخاف من الناس وكان بيحب يمشي في مجموعات، وكان بيشوف العيال بتتضرب قدامه بس بيعمل نفسه عبيط لحد ما جه اليوم اللي واحد من اعز اصحابه ترن علقه محترمه، وده بسبب العيال المتنمرين في المدرسه. وساعتها ما قدرش يعمل له اي حاجه وقتها حس باحتكار لنفسه وانه حاسس بالذنب من وقتها وانه شايف نفسه ما يسواش اي حاجه من ساعتها. بس مي بتفضل تحايل وتمدح فيه وبيفضلوا يتمشوا لحد ما يامي بيقول لها انه بيحب الشعر الطويل اكتر، ومي السنب بتسمع الكلام ده ومش بتروح للكوافير ولا بتقص شعرها. وفي اليوم اللي بعده يامي بيقابل مي في المدرسة وهناك بيديلها اسورة هدية عشان تبقى رمز لحبهم، ومي بتبقى زي العبيطة مش عارفة ترد على يامي وتقول له ايه، ومن صدمتها ما هي أول مرة تحب وتتحب. وبيبقى على الناحية التانية الحربية ايكو بتكون قاعدة وسامعة المدرسة كلها وهم جايبين في سيرة مي، وان قد ايه البنت وشها نور ومبقتش مكتئبة 24 ساعة زي زمان، وبقوا مستغربين التغير الفظيع اللي فيها لا وكمان بيلاحظوا الاسورة اللي في ايد مي. بعدها بيجي واحد اسمه هياكا بيروح لعند يامي وبيقول له سمعت انك مصاحب البنت الحزينة اللي اسمها مي دي، وانه من النادر انه يشوفه مصاحب بنت بجد، وبيطلب منه انهم يخرجوا مع بعض في مرة ويجيب معاه مي عشان يتعرف عليها. ويامي بيبقى قاعد مستغرب من الطلب الغريب ده وبيقول له لما ابقى استأذن مي اول ابقى ارد عليك، وبيمشي من قدامه. وبيروح لعند مي وبيلاقيها ماسكة خريطة ورايحة فصلها وبيسألها ليه باين على وشها ملامح التوتر، ومي بتفهمه انها لما راحت تجيب الخريطة المدرسة كلها كانت اخدة بالها من الاسورة، ولان هي تعتبر دلوقتي لابسة لبس مخالف للمدرسة هي اخدت الخريطة وهربت من قدامهم بسرعة. وفي اللحظة دي يامي بيمسك ايد مي وبيبوسها، بس مي بتسحب ايدها بسرعة وبتديله بالقلم، لكن يامي بيوقفها وبيقولها ان صاحبه عايزهم يخرجوا معاه ويتعرف عليها، وبيعرفها كمان انها دلوقتي شعبيتها زادت جامد في المدرسة، وبيقترح عليها توافق تخرج معاه علشان تتعرف على ناس اكتر وتصاحبهم. وبنعرف في الاخر ان ايكو الحرباية هي اللي زقها هياكا على يامي وعاملة معاه الخطة دي لانها شكل ناوية على نية سودا لمي، وهياكا بيبقى ماشي على كلام ايكو لانه غيران من يامي بسبب شعبيته، وبيبقى نفسه البنات تتلم عليه والولاد نفسهم يصاحبوه زي يامي كده. وفي اليوم اللي بعده هياكا بيروح لعند يامي وبيسأله اذا كان خلاص موافق يخرج معاه، ويامي بيقول له ايوه نبقى نخرج يوم السبت. وهنا هياكا بيطلع تليفونه عشان يسجل ملاحظة انه وراه خروجه يوم السبت، بس بيلاقي ملاحظة انه هيقابل حد غيرهم فبيمسحها وبيكمل كلامه مع يامي، ويامي بيحس ان في حاجة غلط في الموضوع وبيكون اخد حذره على الاخر من هياكا. ولما بيجي يوم السبت هياكا بيخرج مع مي ويامي لمطعم، وهناك بيقول لهم ان خلاص الاكل هيبقى على حسابه، وبيفضل يوجه كلامه واسئله كتير لمي، ومي مش بتبقى معبراه وبتفضل تاكل من غير ما تبص له حتى. بس هياكا فجأة بيفتح موضوع مع يامي وبيقول انه بقى مطنش صحابه خالص الفترة دي،
وبطل يكلمهم بسبب مي، وبيقترح انه يعرف مي على بنات اكتر عشان تصاحبهم، وبيقول لها تدي رقم تليفونه ليه، بس مي مش بترد، وياما بيجيله اتصال على التليفون وبيسيب مي وهياكل لوحدهم عشان هو غبي. وهياكا بيفضل يضايق مي وبيبقى محامي الشيطان، وبيفضل يمل ودانها بان اكيد اللي اتصل بيعمل وقت واحده بنت، وبيفضل يمدح في جمال مي الفتره دي، وبيقترح عليها انهم يبقوا اصحاب ويخرجوا مع بعض كتير، وبكده ياما هيفرح انها بتكون صداقات اكتر. بس مي بتفهم ان هياكا مجرد واحد عايز يخرب علاقتها بيامي، وبتقول له مش عايزه صاحب واحد زيك كده ولا اقعد معاه لوحدنا حتى، وبتحط حساب الاكل على الترابيزه وبتمشي وتسيبه. ولما يامي بيرجع للترابيزه بيلاقي مي مش قاعده وانها سايبه فلوس في مكانها، ولما بيحاول يتصل بيها بيلاقي تليفونها مغلق. وساعتها يامي بيسال هياكا اذا كان قال لمي حاجه تضايقها، وهياكا بيقول له لا يا عم فكك منها، دي بنت ممله وانت مصاحبها على انا مش فاهم، انت تستاهل واحده احسن من كده، وبيفضل يشتم مي قدامه. ويامي لما بيسمع الكلمتين دول بيقوم عاطي هياكا بوكس محترم في وشه، وبيقول له ان مي دي تبقى البنت بتاعتي، وهياك بعد كده تجيب سيرتها على لسانك. وهياكا بيقول له انه اكيد البنت دي عامله له عمل، وهياكا بتسيبه وتمشي. بس هنا هياكا بيتغاظ وبيقول لها انت بتحبي يامي على ايد عيل عبيط، وهياكا بتتعصب وبتقول له ان يامي احسن مني، على الاقل مش بيصاحب الناس علشان المصلحه زيك. وهنا هياكا بيفضل يعاير ايكو بجسمها وشكلها وبيتنمر عليها وبيحرج مشاعرها. ومي بتبقى قاعده ورا الحيطه وسامعه كل الكلام ده، وبتخرج تقول لايكو ان هياكا عيل عبيط اساسا ومش بيعرف ياكل حتى كويس، وانه مقرف ولازم يتكسف على نفسه. وهياكا علشان عيل سرسجه بيزق مي على الارض وبيمشي مفيش عنده ذره رجوله. بس ايكو بتسالها هي عملت كده ليه، ومي بتقولها انها فاهمه هي مرت بايه وحاسه بكل مشاعرها، وانها معجبه بشجاعتها، وانها حتى كانت بتحاول تعمل اي حاجه علشان تلاقي اصحاب عكسها، هي اللي كانت دايما البنت الكئيبه. ده حتى عمرها ما حاولت تصاحب اي شخص تاني لحد ما ظهر يامي في حياتها وطلعها للنور مره تانيه وخلاها تشوف الحياه احسن. وايكو بدل ما تشكر مي بتقولها اتفلق انتوا ويامي بقى مع نفسكم، انا مش مهتمه بيكوا اساسا. بعدها مي بتبقى بتتمشى بره المدرسه وبتلاقي قدامها قطه صغيره مرميه في الشارع، وبتفضل تعيط عليها، ويامي بيقول لها ما تعيطيش هيبقى حد يجي ياخدها يربيها، بس مي بتزعق له وبتقول له انت ما عندكش دم. وهنا يامي السم بيقرر ياخد القطه يربيها علشان بس خاطر عيون السنيوره. وبالليل مي بيوصل لها اتصال من يامي بتتفزع عليه من نبره صوته لما بيفضل يقول لها الحقيني انا في مصيبه، وبيفضل يصرخ زي المجانين في التليفون، ومي بتتخض عليه لحد ما بيقول لها ان القطه مش بتاكل كويس. ومي بتبقى خلاص جابت اخرها منه وبتقفل السكه في وشه. ويامي بيتهبل بالقطه، حتى لما بيروح الفصل بيفضل يوري صورتها لكل اصحابه، وبقت محتوى الكلام طول الوقت وبيسمي القطه كارو. وعلى اخر اليوم الدراسي مي بتقف ويامي بتشكره على انه رضى ياخد القطه يعتني بيها، بس يامي هو اللي بيشكرها لانه دلوقتي بيعتبر القطه جزء من العيله وتعود على وجودها. وبيقترح على مي انها تيجي بيته في يوم وتجيب قطتها علشان تلعب مع كارو. وفعلا مي بتروح لبيت يامي، وهناك اول ما بتفتح الباب بتلاقي اخته الصغيره بتزعق فيها علشان البيت سايب القطه من غير اكل. بس اخته بتقف فجاه وبتبص على مي وبتقول ليامي هي دي بقى البنت اللي انت مصدعنا بيها؟ ده انا خاب ظني بيك يا راجل. وبتمشي وبتقفل باب البيت في وشها، بس يامي بيعتذر لمي وبيرجع يدخلها البيت تاني. بس البنت الصغيره بتبقى عامله دماغها بدماغ مي وبتفضل تهزقها في الراحه والجايه وتقول لها عمرك ما هتبقى صاحبه اخويا ابدا يا وحشه. وهنا يامي بيزعق لاخته وبيطلب منها انها تعتذر ليامي بادب، والبنت بترفض وبتعند معاه، ويامي مش بيلاقي اي حل تاني غير ان هو يعاقبها. والبنت بترمي في وشه الدبدوب وبتجري على طول. ويامي بيفضل يقنع مي ان اخته طيبه وكيوت، بس هي بقالها فتره 6 شهور كده بتتصرف بعدوانيه ومش بتروح المدرسه حتى، وكانت بتجيب صحابها البيت وبتعزمهم على اكل، بس بطلت تعمل كده. وبنعرف ان اخته اسمها ناجي، وان اصحابها كانوا مجرد ناس مستغله وبيجوا بيتها علشان يلعبوا مع بعض وياكلوا من اكلها، وهي محدش بيلعب معاها ولا بيكلمها حتى، لحد ما في مره سمعتهم وهما بيتكلموا من وراها انهم مصاحبينها علشان ياكلوا ويشربوا ويلعبوا في بيتها، مش علشان شخصيتها ولا حاجه، وانها بنت ممله ودمها تقيل. ومن ساعتها ناجي ما راحتش المدرسه ولا كلمت صحابها تاني، لكن ياما هو الوحيد اللي كان بيلعب ويهزر معاها علشان يطلعها من جو الاكتئاب والخذلان اللي هي عايشه فيه، واعتبرته كل حاجه في حياتها ومش عايزه اي بنت تيجي تخطفه منها بكل سهوله كده. بس مي في الوقت ده بتتفهم حاله البنت وبتصعب عليها. وفجأة بيوصل اتصال ليامي من كنجي وبيقول انه جاب له هدية وعايز يجي يديها له في البيت، بس يامي بيقوله ما ينفعش تيجي البيت دلوقتي لان عندنا ضيوف وما يصحش تيجي. وكنجي بيبقى مصمم يدي الهدية ليامي، ويامي في الحالة دي بيقول لمي تقعد تستناه 5 دقايق هيروح مشوار ويجي بسرعة. ومي بتلاقي نفسها قاعدة لوحدها، بس بتنتبه ان الدبدوب بتاع ناجي وقع على الارض، فبتقرر تروح تديها الدبدوب وتحاول تصالحها وتتعرف عليها اكتر. ولما ناجي بتشوف ان مي جايه وجايبه لها دبدوب وبتشكرها على الاستضافه في البيت والكيكه، بتمسك ايد ناجي وبتدخل اوضتها واللي بتكون مليانه عدد لا نهائي من الدباديب واللي هي بتكون عاملاهم بنفسها. ومي بتتصدم من المنظر وموهبه ناجي، خصوصا انها سنها صغير،
وبتحكي لها ان مره وهي صغيره عملت بسكوت لابوها من كتر ما كانت ناشفه كسرت سنانه الاماميه، ومن ساعتها ما دخلتش المطبخ مره تانية. وناجي بتفضل تضحك وبترتاح لمية في الكلام، ومية بتستغل الفرصه وبتحكي لها قد ايه كانت كارهه كل الناس زيها ومش عايزه اي صحاب ورافضه حتى انها تتكلم مع اي حد، وده غلط لحد ما يجي اخوها يامي، وده غير نظرتها عن الناس وخلاها تكون صداقات وتدي الفرصه للناس الكويسه، وبتنصحها انها ما تفضلش مكتئبه كده وتشوف حياتها وتشوف ناس تصاحبهم يكونوا يستحقوا فعلا. وبعد ما مية بتندمج في الكلام بتنسى انها كانت المفروض تاخد بالها من القط وبتجري عليها لحد ما بتلاقيها نايمه عادي، وهنا ناجي بتجري وراها وبتقرر انها تديها دبدوب من دبادبها عربون لصداقتهم الجديده. وبعد كام ساعه يامي بيرجع البيت ومعاه كيكه من كنجي، لكن مش بيلاقي مية في البيت، ولما بيدور بيلاقيها مع ناجي وبيضرب كف على كف انه ازاي الاتنين دول بقوا اصحاب في كام ساعه بعد ما كانوش طايقين بعض اصلا. وفي اليوم اللي بعده يامي ومية بيبقوا مع بعض في المدرسه، ومية بيوصل لها رساله من ناجي، ولما يامي بيسالها مين اللي بيكلمها بتكذب عليه وبتقول له ان امها هي اللي بتكلمها دلوقتي. ويامي بيقترح على مية انهم يخرجوا النهارده بعد المدرسه، بس مية بتقول له انها مشغوله النهارده وبكره وبعده، ويامي بيفكر انها مقطعاه ومش عايزه تقعد معاه دلوقتي. بعدها مية بتروح تفتح رساله ناجي وبتلاقيها عباره عن قائمه طلبات وطريقه تحضير الكيكه، لان مية كانت سالت ناجي عن طريقه عمل الكيكه بتاعتها وانها بسببها هتدخل المطبخ تاني وتحاول تعملها، وعشان كده كانت بتحاول تتجاهل يامي طول اليوم علشان يبقى عندها وقت تتدرب على الكيكه في النهايه، ولما الوصفه تظبط معاها تديها له هديه. ومية بتفضل طول الليل تتدرب على عمل الكيكه وبتبوظ الدنيا لانها افشل شخص في العالم يطبخ المطبخ، حتى لما امها بترجع من الشغل بتستغرب انها واقفه في المطبخ وبتقول لها مش عاودك يعني، وبتقفشها انها بتحاول تعمل كيكه لحبيبها. ومية وشها بيقلب طماطم من الكسوف وبتفضل تنكر لكن مش على ماما بقى. وفي المدرسة كنجي بيجري على يامي وبيقول له الحق في مصيبة، ميجو رجعت المدرسة من تاني. ويامي بيقول له مين ميجو دي، وكنجي بيلطشه بالقلم وبيقول له ازاي مش عارف مين ميجو دي، اشهر عارضة ازياء في اليابان وانتقلت للمدرسة هنا. وميجو اول ما بتشوف يامي بتتعرف عليه وبتسلم عليه، لكن مش بتلحق تقول له اي كلمة لان المدرسة كلها بتتلم حواليها عشان يتصوروا معاها. ومية بتبقى ماشية في امان الله في المدرسة، بتشوف ان في زحمة في الطريق حوالين بنت بس بتتجاهل كل ده وبتمشي. وعلى اخر اليوم يامي بيبقى مروح بيته بس بيلاقي ميجو واقفه مستنياه قدام باب المدرسه بتساله اذا كان عنده حبيبه حاليا ولا لا، ولما يامي بيجاوبها بايوه بتقول له انها بصراحه غيرانه وانها عايزه تكون حبيبته هي كمان، وده لانها حبته من اول نظره وخلاص اعتبرته فارس احلامها، وبتطلب منه انه يبقى معاها طول الوقت ويمشي جنبها وانها ما يهمهاش كونه بيوعد واحده غيرها، وهما الاتنين المفروض يوعدوا بعض بما انهم في مستوى عارضين الازياء العالميه. ويامي بياخد نفس عميق وبيقول لها ايه العبط ده يا انسه، وبيمشي يروح لعند مية وبتمشي معاه لحد البيت. وفي اليوم التاني ميجو بتعمل فيها البنت المؤدبه وبتعتذر ليامي قدام مية واصحابه، وده لانها طلبت منه انهم يتوعدوا انها ما كانتش تعرف ان عنده حبيبه من الاول، ده انت كذابه كذب الابل. وبتطلب منه انها تكون زميلته هو ومية بتقول له انها ما عندهاش اي مانع ابدا. وبعدين بقى ميجو بتعمل نفسها صاحبة الشلة خلاص وبتبقى بتتكلم معاه ومتهزر لكن مش بتبقى عارفة أماكن الفصول، وسامي في لحظتها بتدبس يامي وبتقول له يروح يوري ميجو أماكن الفصول فين. وهنا مية بتغير جدا وبتفضل حزينة خصوصا لما بتسمع الطلاب وهما بيقولوا إن ميجو ويامي لايقين على بعض والمفروض يكونوا بيتوعدوا. وعلى الناحية التانية البيبي يندمج في الكلام مع ميجو وبيفضلوا يهزروا مع بعض طول الطريق، وبيبقى طول الطريق الأنظار عليهم لحد ما ميجو بتستغل الفرصة وبتقول له إن وكيل أعمالها بيدور على عرض أزياء، وبتقترح عليه يشتغل معاها في مجال الازياء وانه هيبقى مشهور جدا لو قبل العرض ده، بس يامي بيرفض لانه مش بيحب جو الشهرة والاعلام لكنه بيقول لها هيفكر في الموضوع ده. ومية بتبقى خلاص روحت بيتها وبتفضل تتدرب على عمايل الكيكه والبسكوت اللي لسه برضه بتطلع زي الحجاره، حتى لما بتدي للقطه بتهرب من كتر ما هي طعمها وحش. وفي المدرسة يامي بيقول للشلة انه هيبقى عرض ازياء بس لسه بيفكر في الموضوع، بس عايز يمشي في المشوار ده علشان يلاقي حاجة يسلي بيها يوم، بس مية مش بتبقى مبسوطة بالكلام ده وبتبقى غيرانة على يامي لان كل البنات هتشوفه. وميجو بتقول له انه لازم يروح مقابلة مهمة بعد المدرسة مع وكيل اعماله علشان يمضي عقد عرض الازياء، بس يامي مش بيكون موافق في الاول لان بعد المدرسة بيروح مع مية ومية بتقول له مش مهم المرة دي انا هروح لوحدي. وميجو بتروح البيت لوحدها لكن بتحس بوحدة جديدة والشيطان بيفضل يوسوس لها ان ميجو هتاخد منها يامي، وبيحصل وبيدخل مجال الازياء وبيجي ميعاد اول جلسة تصوير ليه مع ميجو واللي بيكون حاضرها مية وكنجي وسامي علشان يشجعوه. ومية بتتفاجئ بيكون جلسة التصوير دي عن العشاق، وبتفضل واقفة زي العبيطة تتفرج على حبيبها وهو بيمثل انه حبيب واحدة غيرها وبتحس انها قليلة جدا عليه وانها ما تستحقوش في اللحظة دي. ومية بتبدأ تحس كمان ان يامي بيبعد عنها بالتدريج وانه مش حابب وجودها في حياته،
وبعد مرور ايام مي بتروح المدرسه وبتلاقي ان الكل معاه نسخه من المجله اللي يامي ومي اتصوروا فيها، وبيفضلوا يمدحوا فيهم كانهم اتنين متجوزين بعض. حتى سامي وكنجي بيقعدوا يقولوا كلام يضايق مي من غير ما يقصدوا. والمره دي يامي بيسال مي اذا كان وراها حاجه بعد المدرسه عشان يتمشوا مع بعض للبيت، ومي بتقول له لا. وبتيجي الحربايه الجديده ميجو وبتقول ليامي ان وكيل اعمالها طلب من يامي يفضل شغال معاهم لان نسخ المجله كلها اتباعت بسببه، وبتفضل تترجى انه يكمل معاها وتدي مبالغ كبيره مقابل ان هو يكمل معاها اليوم. بس يامي بيستشير مي الاول وبيسالها ايه رايك في الموضوع ده، ومي بتقول له من تحت درسها ان الموضوع عظيم ولازم يكمل فيه وانها فرصه مش بتيجي غير مره واحده في العمر وكلام من ده، وكل ده عشان ما تضيعش مستقبل الواد من غيرتها عليه. لكن يامي بيلاحظ انها مش راضيه 100% ومع ذلك بيوافق. وعلى اخر اليوم يامي بيبقى بيتمشى مع مي للبيت ومعاه الشله وميجو، لكن الحربايه ميجو بتقترح على الكل ان هم يخرجوا دلوقتي، وبتقول لهم ان هم يروحوا المطعم. بس سامي بتقول لهم ان مي مش بتحب الخروجات، ومي بتقول لهم يروحوا من غيرها وهي هترتاح في البيت عادي. وتاني يوم سامي بتفضل تحكي لمي عن اللي حصل في المطعم، وفي طريقهم للمدرسه مي بتلاحظ من الشباك ان ميجو قاعد مع يامي ومش ببطلين رغي. يا ترى بقى يامي هيكمل مع مي ولا هيغير رايه ويوعد ميجو؟ وهل ميجو فعلا هتقدر تغير راي يامي ولا ايه اللي هيحصل؟ كل ده هنعرفه في الجزء التاني ان شاء الله. بس ما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده، ويا ريت نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، ويا ريت تشترك في القناه عشان يوصلك الجزء الجديد اول ما ينزل ان شاء الله، وتعمل لنا كومنت رايق زيك كده تشجعنا فيه. واخر حاجه صلى على النبي ووحد الله، واشوفكم الجزء اللي جاي ان شاء الله. سلام.